السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا كلنا عارفين الزحمة دي بنلاقيها فين. المكان ده في العتبة. طبعا العتبة من أهم المناطق التجارية في القاهرة، وتعتبر من أكتر المناطق ازدحاما في القاهرة. العتبة موجودة أو تعتبر ضمن منطقة وسط البلد أو القاهرة الخديوية. فيها عدد من العقارات التراثية، عدد كبير جدا. دايما زحمة ودايما متوقفة. لكن الخبر الجميل والخبر الحلو اللي أنا عايز أقوله في الفيديو ده إن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عملوا نموذج نظن إن هو كويس جدا لإعادة تخطيط منطقة العتبة، وإعادة رسم شوارع العتبة من جديد، وإيجاد بديل مناسب للباعة الجائلين اللي يعتبروا هم الأزمة الأساسية في منطقة العتبة. البرنامج ده أو النموذج ده بيتضمن إنشاء طاولات بدل الفروشات اللي انتوا بتشوفوها في العتبة. الفروشات دي هتتحول إن كل بائع هيبقى ليه فرشة، هيبقى ليه بديل ليها، عبارة عن طاولة زي اللي قدامكم ديت. والتطبيق ده بيتم تطبيقه في 3 شوارع دلوقتي في العتبة. وكمان إن شاء الله خلال فترة قريبة هنشوف نموذج من النماذج المهمة جدا. زي ما انتم شايفين كده، هيبقى عبارة عن طاولة عليها البضاعة بتاعته، وهتبقى ليها أماكن مخصصة في 3 شوارع. في حي المسكي، شارع الجوهري وامتداده، وشارع يوسف نجيب في منطقة العتبة. الباعة الجائلين النهاردة محافظة القاهرة نقلتهم في جراج العتبة بشكل مؤقت. ال3 شوارع دول تم إخلاؤهم بالكامل من الباعة الجائلين، فاضيين تماما. إن شاء الله هنصور لكم فيديو برضو جديد منه. تم نقل الباعة إلى جراج العتبة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة، وكمان رفع مناطق الشوارع ديت، كل المباني اللي محيطة بهذه بالشوارع دي. هناك في مباني تراثية وفي مباني تاريخية بتدخل ضمن تطوير منطقة القاهرة الخديوية اللي هي وسط البلد. بيتم ترميمها حاليا وبالتزامن مع تنفيذ النموذج اللي بنتكلم عليه. كمان هيبقى فيه جزء مهم في الشوارع دي بيتم تنفيذه، وهو ان يتعمل بنية تحتية تضمن وجود شبكة حماية مدنية وشبكة إطفاء، عشان يبقى فيه تدخل سريع في حال حدوث أي حرائق. في التوقيت برضو ده بيتم عمل حملات بالتعاون مع التجار والباعة الجائلين وأصحاب المحال، إن يتم عمل توعية بمخاطر الحريق والتدخل أو الإجراء اللي يتم تنفيذه في حال وجود أي حرائق. ده بالنسبة للتوعية بشكل عام. أما بالنسبة للمحلات ففي حملات الهدف منها مش تعكير الصفو أو معاقبة المحال، لكن تنفيذ شبكات خاصة بالحريق في المحال، وإزالة الوصلات العشوائية الخاصة بالكهرباء، عشان دي طبعا في أغلبها هي اللي بتؤدي للحرائق. تغيير الوصلات أو تغيير الأسلاك اللي عمرها الافتراضي انتهت، بحيث ما تعملش ماس كهربائي خاصة في فصل الصيف. حاليا بيتم تنفيذ المخطط اللي اتكلمت عنه، وهو تنفيذ الطاولات دي هتكون حوالي 473 طاولة للباعة الجائلين. وتم حصر الباعة زي ما انتم شايفين كده بيفرشوا في الأرض، وده بيعمل تكدس وأزمة مرورية. هيبقى فيه تنفيذ لهذه الطاولات. محافظة القاهرة هي اللي هتنفذها من خلال هيئة النظافة في الورش الإنتاجية الخاصة بها، وهيتم توزيعها على الباعة مرة أخرى وعودتهم لنفس الأماكن، ولكن في التوقيت ده هيكون في مساحات فاضية للمشاة. وأيضا تطوير البنية التحتية زي ما قلت، بحيث إن هي تستوعب كل التصريفات، أو ما يبقاش فيه مشاكل في الصرف الصحي وخلافه. أنا طبعا بنحاول نرصد لكم الأزمة بتاعة العتبة. بعض الناس كانت رددت إن هيتم إزالة العتبة أو إزالة المحلات. الموضوع ده صعب جدا، لأن منطقة العتبة نفسها هي منطقة تجارية ومتأسسة على إنها تكون منطقة تجارية في القاهرة الخديوية. لكن
التوقيت بتاع إنشاء منطقة العتبة كان توقيت مختلف عن التوقيت ده، وأيضا ما كانش في توطين أو توطن لكل هذه الأنواع من البضائع. العتبة بقت أشهر مكان في مصر في بضائع من بضائع مختلفة ومتنوعة. طبعا يمكن أشهرها الملابس، ولكن في بضائع كتير بكل أصنافها. كل أصناف البضائع موجودة في العتبة، وكل شوارع العتبة متقسمة كمان على حسب هذه البضائع. كمان تطوير العتبة نفسه ده جزء لا يتجزأ من تطوير القاهرة التاريخية الخديوية، وبشكل عام تطوير العاصمة اللي بيحصل حاليا، سواء المناطق التراثية أو المناطق الخديوية في القاهرة. يعني حبيت أشكر حضراتكم على المتابعة، وكمان حبيت أنقل لكم الخبر ده، لأن كان ناس بتسأل عن موضوع تطوير العتبة بشكل مستمر. شكرا جزيلا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو. لو في أسئلة قولها لي في التعليقات. شكرا جزيلا.